السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة ما يترددش يبعتها لنا وإحنا إن شاء الله نحاول نساعده. وللتواصل معانا وعرض المشاكل هيلاقي كل التفاصيل في صندوق الوصف تحت. وفي الآخر ما تنساش اللايك والشير والمتابعة عشان نقدر نوصل لناس كتير ونقدر نساعد ناس أكتر. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عضو معانا بيقول اكتشفت ان خطيبتي كانت على علاقة قديمة بزميلها في الشغل لمدة 3 سنين. المشكلة انه متجوز وعنده 3 عيال، وبعت لي شتات الماسنجر والواتساب وكلام كله جنسي بألفاظ صعبة جدا وافلام ومقاطع اباحية بينهم، مش قادر اصدقها لحد دلوقتي. اتصرف ازاي؟ هي بتقسم لي ان ما حصلش بينهم علاقة كاملة، كلها كانت تجاوزات بسيطة وكلام عن النت بس، وما حصلش انها عرفت غيره، يعني هو الراجل الوحيد اللي دخلت في علاقة معاه. وكمان انا بحبها جدا وكنت متقدم لها قبل كده واترفضت وما صدقت حلمي اتحقق ووافقت. بتقسم لي انها ندمت وتابت وتتغير وتخلص ليا، وانه بعت لي الكلام اللي بينهم عشان ينتقم منها عشان خرجته من حياتها لما خطبتها. هل ممكن فعلا يكون فيها الخير وتتقي ربنا فيا وتربي لي عيالي كويس، ولا هي كده شمال ومش كويسه، خصوصا ان احتمال اسافر بعد الجواز؟ بص، مبدئيا موضوع التوبه، فده موضوع التوبه دوت يعني باب التوبه مفتوح طبعا مفيش جدال. موضوع التوبه ده حاجه بينها وبين ربنا، يعني ولا انا ولا انت ولا اي حد في الدنيا هيقدر يعرف انها تابت ولا ما تابتش. بس احنا طبعا زي ما احنا مبدأنا، احنا بنقدم النية الكويسه وبنقدم النية الخير، فاحنا ان شاء الله باذن الله بنتمنى ذلك انها تكون تابت. تمام. بس انا في قصه انت اغفلتها في الموضوع قوي، اللي هي موضوع الشك. بص يا ابن الناس، انت دلوقتي عرفت الماضي، تمام، وانت بتقول شفت الصور وشفت فيديوهات وشفت الكلام ده، ماشي. انا ما بتكلمش في موضوع ارتباطها، تمام، هي ثابت واحنا مقتنعين بكده. بس انت في اول خلاف، صدقني، اول خلاف، اول بادرة خلاف بينك وبينها، هتلاقي كل الكلام دوت رجع تاني، هتلاقي في عقلك انت حتى لو ما عملتش اي حاجه. دي نقطه. تاني نقطه، انت دلوقتي بتبص من عين الحب ومن عين من عين الرغبه، انت مستني تبقى دي مراتك، تبقى ملكك وتبقى في بيتك وكده. بس صدقني يعني البيوت، استثمار البيوت مش الحب بس. تمام. ففي اول خلاف يحصل بينك وبينها هتلاقي القصه القديمه اللي انت حكيتها دي هترجع، وهتلاقي نفسك انت لا اراديا هتلاقي نفسك بتفكر فيها، هتلاقي بتنغص عليك حياتك، هتلاقي ايه هتوصلك لمرحله انت ممكن تدمر حياتك بايدك بسبب الشك دوت. انت عارف يعني لو لقيتها مثلا وقفت مع بياع شويه، الشك يخش جواك. لو حد قريبك جه يسلم عليها شويه، الشك يخش جواك. لقيتها مثلا بتكلم حد في التليفون، الشك يخش جواك. فهي لازم تفهمه، وده للكل يا جماعه، اساس العلاقه الناجحه واساس الزواج الصح لازم يكون في الثقه. اهم حاجه الثقه، ان الثقه دي هي اللي بتخليني مثلا بشوف النص التاني من الحقيقه. يعني انا مثلا شفت موقف فانا باخد عنه حكم مسبق، لكن لو في ثقه يبقى انا بعتبر الثقه ديت بكمل اللي انا ما شفتهوش من الثقه، من ثقتي في الشخص اللي قدامي. فانت طول ما الموضوع العلاقه الثقه مش هتبقى متواجده فيها، فصدقني دلوقتي انت لسه على البر مفيش اي مشاكل. فدلوقتي احسن مليون مره ان بكره وبعده صدقني هتوصل لمرحله ان الموضوع مش هيتم بسبب الشك. هي مش هتستحمل كده، حتى هي لو ما عملتش اي حاجه واتوبتها نصوحه واتجوزتها ما شاء الله عليها، يعني اقول لك عملت ما عليها وزياده، صدقني في اي حاجه هتلاقي موضوع الشك دوت والقصه دي ما رجعت تاني. فنصيحه من اخوك من بدايه، انت لسه على البر، معلش انت انا عارفك زي ما انت بتقول بتحبها وكل حاجه، بس برضه كل حاجه تيجي معاك بالتعود. وهي احنا ندعو لها يا رب يثبتها باذن الله على التوبه دي، ويكفي ان عرفت ان غلطها فين وربنا يثبتها على التوبه. وانت ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يعني بانسانه كويسه تصونك وتصون عرضك. وبالنسبه لموضوع ان انت هتسافر، انت لو عندك 1% إن فكره انت هتسافر، فده بلاش منه خالص. يعني مبدئيا اصلا يعني ايه، انت ما تسافرش وتسيب مراتك، بس برضه لو انت هتضطر تسافر فصدقني مع الموضوع ده كمان ده بيأكد كلامي ان ما ينفعش، ما فيش اي مجال ان انت تكمل معاه. والله عشان خاطر انت كمان هتسافر، يعني هيبقى الشك مضاعف ان انت مش شايف اي حاجه. تمام. فهيبقى الموضوع معاك صعب جدا وربنا يستر عليك ويستر علينا باذن الله. مشكلة عضوة معانا بتقول انا محتاجة رأيكم بجد، حاسة اني موجوعة قوي
وتايهه مش عارفه انا صح ولا غلط. انا اتعرفت على شاب معايا في الشغل هو عنده 36 سنه، واول ما فتح معايا ارتباط وانا صارحته بكل حاجه واني منفصله وانا اصغر منه ب8 سنين، انا كنت حاطه حدود لكل حاجه، لا خروج ولا كلام في الفون، كلامنا في حدود الشغل وبس. بعد ما اكلم اهله قعدوا يقولوا له لا، ايه اللي جبرك تتجوز واحده زي دي، وسهل انها تتطلق تاني عادي، مع ان اقسم بالله انا اتظلمت كتير قوي. وقال لي احاول تاني، وقلت له تمام. لقيت على موبايله صور قذرة مع بنات، ولما واجهته قال لي عادي وفخور انه عمل قرف زي ده وعمل علاقة مع اكتر من واحدة، ويقول لي عادي. قلت له ازاي ده حرام، هو الزنا بقى عادي ازاي يعني، وسبته. بعد كده قال لي كلام كسرني حرفيا، قال انت واحدة معقدة اصلا، كل حاجة مقفلاها على ايه ده، البنات عادي، وشافتني وشفت بعينيك انت واحدة ما تستاهليش راجل يحبها، واخواتي كان عندهم حق في رأيهم فيك، والحمد لله اني ما كملتش مع واحدة زيك. قلبي موجوع قوي، عملت ايه لكل ده؟ انا عشان رفضت وضع غلط، عشان انا رفضت وضع غلط وان حرام اللي عمله، ويقول لي ده كان اختبار ليك، يعني انت لو عندك عيال وانا عملت كده هتخربي البيت. قلت له انت ما ينفعش تبقى زوج او اب اصلا، بجد نفسيتي مدمره قوي. هو انا فعلا كده غلط؟ ان رفض حرام ووضع غلط؟ حاجه اسمها انت كده غلط. الغلط غلط حتى الناس كلها عملته، والحرام حرام لو الناس كلها عملته. فانت صح. اوعي تظني في دماغك كده، وما تخليش الشيطان يخش لك من المدخل ده يقول لك انت غلط او صح. لا، هو ما يستهلكيش. هو لو انسان باللي انت بتقوليه دوت فقصه منتهيه، ده انت تحمدي ربنا، المفروض تسجدي ركعتين شكر لربنا ان انت لسه على البر وخرجت من العلاقه دي، ان العلاقه دي سامه جدا، العلاقه دي هدفها مش كويس. فانت الحمد لله، يعني انت ربنا بيحبك ان خرجت منها بدري، فانت المفروض ما تزعليش ولا اي حاجه ولا موضوع تحطيه في دماغك، وسيبيها على الله. واعرفي ان العوض بتاع ربنا خير، وان ربنا سيب لك الاحسن. راجل بالكلام اللي انت قلتيه دوت، طب يعني ده ما يتبكاش عليه. اما اللي يقول سيبك من اللي يقولوا، يعني سبحان الله. وانا هرمي ودني لاي حد يقول كلام. يا اما يكون الانسان اللي قدامي كويس وانا واثقه انه انسان كويس وانسان محترم، اسمع منه النصيحه حتى لو بينتقد شخصي، فهو انسان كويس فهيفيدني، فخايف يعني خايف على منظري، خايف على مصلحتي فهيفيدني. لكن انسان بالاخلاق دي هيفيدني في ايه؟ هيضيف لي ايه؟ فانا نصيحتي ان انت كده الحمد لله، لا ده انت ما تزعليش ابدا، ده انت ربنا بيحبك ونجدك وانت لسه على البر ومفيش اي حاجه. وكل الكامل قاله دوت دخليه من هنا طلعيه من هنا واعتبر ما سمعتهوش، واعتبر انه بني ادم ما توجدش في حياتي. بس القصه بسيطه، ربنا يوفقك لما فيه الخير ويرزقك بابن الحلال والذريه الصالحه يا رب.